السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. في بداية الكلام القضية ممكن. النهاردة يا جماعة بنفكركم بالقضية ممكن محمد قفشة. النهاردة 27/11، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود الأيام بخير. طبعا زي النهاردة القضية ممكن كأس أفريقيا التاسع، بطولة غالية علينا كلنا. دي كان لازم بس كده في بداية الفيديو نفكر الناس بيها. طبعا النهاردة هنتكلم على موضوع رمضان صبحي. 4 سنين وقف بسبب المنشطات، ده غير موضوع التزوير اللي هو بتاع المدرسة اللي هو كان فيها، او ان هو دخل حد مكانه يمتحن مكانه المواد والكلام ده. لكن المهم ان الراجل خد 4 سنين، وعلى حسب علمنا من الاعلام ومن التلفزيون ان الراجل لا اما القرار هيتلغي خالص، لا اما هيتصدق عليه. يعني ما فيهوش اللي هو مثلا ينزل، لا اما هياخد ال4 سنين وقف، لا اما هيتصدق عليه وهيبقى خلاص كده هو 4 سنين. وطبعا ده لسه عشان خاطر يعملوا التماس ويعملوا لسه يجهزوا ورق عشان خاطر موضوع الوقف ده، مش قبل 7-8 شهور. يعني كده عليه العوض ومن العوض فيك يا رمضان صبحي. كابتن محمود الخطيب قالها لك، انا مش زعلان منك، انا زعلان عليك، وكان عنده حق. اديك يا رمضان صبحي انتهيت. لعيب كبير زي رمضان صبحي كان لو كان فضل في الاهلي كان هيبقى من كباتن الاهلي دلوقتي. راجل طالع زي محمود تريزيجيه، زي كابتن الشناوي، زي الناس دي كلها، كان هيبقى زمانه كابتن من كباتن الاهلي. راجل طالع من ناشئين الاهلي، ضيع نفسه بسبب الفلوس. عشان كده يا جماعه بنقول للعيبه اللي بيتعرض عليها عروض من نوادي هي مش احسن حاجه، او مش نوادي معروفه زي النادي الاهلي، ان اهو ادي مصير كل لعيب. اقسم بالله يسيب الاهلي ما بينفع في اي نادي تاني. ده بيبقى امنية حياة اي لاعب ان هو يجي الاهلي. انا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي. طبعا ان شاء الله بكره الساعة 9 ماتش مهم اوي الاهلي والجيش الملكي. ان شاء الله ربنا يوفق الاهلي بيعمل نتيجة كويسة، نتيجة ايجابية تفرق في عامل في المجموعة، وان شاء الله تسهل عليه موضوع الصعود. لو ربنا كرمنا بكره بفوز او بنتيجة ايجابية تعادل، هيسهل علينا المجموعة جامد اوي، لان الجيش الملكي اتغلب الماتش الاولاني. طبعا اللي انا عرفته ان 50,000 متفرج الاستاد كومبليت. ربنا ان شاء الله يسترها باذن الله تعالى. الناس خبرات، ما يهمهمش جماهير، ما يهمهمش اي حاجه. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب بكره، وان شاء الله نعمل فيديو بعد الماتش باذن الله نبارك للنادي الاهلي. السلام عليكم.